خلّيها من ضمن روتينِك اليومي، وبشرتِك هتفضل نضيفة وفيها نضارة وحيوية مش قادرة أقول لِك على الجمال. يوميًا مرّة الصبح ومرّة بالليل هتجيبي حوالي ربع كوباية لبن، عايزاه اللبن يكون ساقع مش يكون دافي، لأ اللبن يكون ساقع، وتجيبي قطنة وتغطّسي القطنة في اللبن وتبدئي إن أنتِ تمسحي بيه بشرتِك مرّة الصبح ومرّة بالليل، واتفرّجي على جمال بشرتِك. أنا ماشية على الروتين ده بقى لي شهر. أول حاجة باعملها إن أنا باغسل بشرتي بالغسول بتاعي، بعد كده زي ما أنتِ شايفة كده باستخدم اللبن على بشرتي بالقطنة. أنا عايزة أورّيكِ القطنة يطلع فيها إيه، بينضّف لِك بشرتِك جدًا، هيخلّصِك من البقع بتاعة الحبوب، بس امشي عليها يعني يوميًا، وخلال أسبوع أنتِ هتشوفي بشرتِك في حتّة تانية، حلوة جدًا، جدًا للهالات السودا، للناس اللي بتتعرّض للشمس هتفرق معاكِ جدًا وفي بشرتِك ومش هتغمق. هيرطّب لِك بشرتِك جدًا، زي ما أنتم شايفين يوميًا مرّة الصبح ومرّة بالليل، حبّة لبن صغيّرين هتحطّي فيها القطنة تغطّسيه، وبعد كده تمسحي بالقطنة. أنتم شايفين القطنة مطلّعة إزاي، عايزة أقول لِك بتنضّف لِك بشرتِك وبتحافظ لِك على البشرة اللي بتتعرّض دايمًا للتراب والأوساخ والكلام ده كلّه، بينضّف لِك بشرتِك جدًا، وبيخلّي فيها نضارة وحيوية مش قادرة أقول لِك على الجمال. ده اللي أنا لاحظته خلال أسبوع. استمري عليها على طول، بشرتِك هتفضل فيها نضارة كده وفاتحة وما فيهاش غمقان ولا فيها آثار حبوب. بعد كده 5 دقايق بالضبط وتغسلي وشِّك، يعني أنتِ بعد ما مسحتِ وشِّك بالقطنة 5 دقايق تسيبي اللبن على وشِّك، وبعد كده تمسحي يعني تغسلي وشِّك بالمَيّة الفترة وتنشّفي بطريقة الطبطبة بالمناديل، بطريقة الطبطبة مش نكاحات أهم حاجة. بعد كده هارطّب بشرتي خالص، وعايزاكم تشوفوا البشرة هتبقى عاملة إزاي خلال أسبوع. بُصّي، أنا مش قادرة أقول لِك على الجمال، هتفضل بشرتِك نضيفة ولا فيها آثار حبوب ولا فيها بثور ولا فيها دهون. عايزة أقول لِك هتبقى يعني عاملة زي بشرة البيبي بالضبط. اعمليها هتعجبكم جدًا.